السلام عليكم اعزائي التتشاوي الجمهور، رجعت لكم في فيديو جديد وحلقه جديده من برنامجكم الكوره مع التتشاوي. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب بتوحد الله وتصلي على النبي وما تنساش حتى بعد اللايكات يلا نبدا الحلقه بتاعتنا. هنبدا اول حاجه يا صديقي بمحمد صلاح. محمد صلاح اللي اتقدم له في الفتره الاخيره عروض كتيره جدا، اولهم من بشكتاش، وبعد كده ترابزونسبور دخلت في الموضوع، وبعد كده يا صديقي دخلت توتنهام ودخلت اتلتيكو مدريد. ففي انديه كتيره بتصارع على وجود محمد صلاح معاهم. واخر نادي دخل معانا هو الاتحاد السعودي، وكان عارض 25 مليون لمحمد صلاح، بس الوكيل بتاعه ما وافقش. وقال لك ايه بقى يا صديقي؟ تعال نقرا البيان معاكم واحده واحده. قال لك محمد صلاح اخبر نادي الاتحاد السعودي انه يريد راتبا لا يقل عن اي لاعب في الدوري السعودي، وهو ما يصل او ما يقارب 40 مليون يورو من اجل الموافقه في ارتداء تيشيرت الاتحاد السعودي الموسم القادم. وبيقول لك ما زالت الرغبه عند الاتحاد السعودي او مسؤولين الاتحاد السعودي ان هم يتعاقدوا مع محمد صلاح، وده احنا عارفين اللي هو من فتره كبيره جدا، وهم عايزين يتعاقدوا من محمد صلاح من فتره تصل الى موسمين او 3 مواسم قبل كده. فتعال اقول لك ان ممكن تشوف محمد صلاح في الدوري السعودي. طيب ايه احسن وجهه لمحمد صلاح الموسم القادم؟ بص يا صديقي، اول حاجه انا مش شايفه في الدوري التركي، انا ما بحبش الدوري التركي او ما بشاهدش الدوري التركي، وده على يعني اغلبيه المصريين او الدوري التركي على مستوى العالم كله ما بيحظاش بمشاهدات كتيره. فبالنسبه لي الاقرب يا اما اتلتيكو مدريد يا اما الاتحاد السعودي. طيب دلوقتي لو راح اتلتيكو مدريد، طب هيلعب صح على اتلتيكو مدريد ولا لا؟ بص، محمد صلاح دلوقتي ما عادش الجناح اللي بيجري العتاء اللي ما فيش حد بيعرف يمسكه، لا. دلوقتي يا صديقي محمد صلاح كبر، هو دلوقتي بيميل اكتر لصناعه اللعب. النادي اتلتيكو مدريد هو هجومه على المرتدات، فده يناسب مين اكتر؟ بالنسبه لي يناسب عمر مرموش. طيب صلاح دلوقتي لو هم عايزينه كلاعب عتاء بقى ويجري زي الاول مش هينفع، انما لو هيدوا الادوار الهجوميه بتاعت مثلا جريزمان كده يمشي مع اتلتيكو مدريد جدا. طيب الاتحاد السعودي يا صديقي هو برضو دوري كبير، دوري بيحظى بالنجوم، بيحظى بالمشاهدات الكبيره من جميع انحاء العالم، فبرضو هو هيبقى دوري قوي لو محمد صلاح. بس بالنسبه لي انا احب اشوف محمد صلاح سنه او سنتين كمان في الدوريات الاوروبيه، دي من وجهه نظر انا. مستنيك بقى تقول لي في الكومنتات انت تحب تشوف محمد صلاح في انهي دوري من الدوريات او في اي فريق من الفرق اللي مقدمه له عروض عشان يبقى معاهم الموسم القادم. اللاعب اللي بعديها يا صديقي وهو حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم اللي خاطف الاضواء بالاداء العالمي والاداء الخرافي اللي بيقدمه مع برشلونه. تخيل اول ماتش في الموسم اللي هو اصلا ماتش ودي يسجل هدفين، ودي فضيحه للكره المصريه. هتقول لي فضيحه؟ دي اول حاجه، بس دي نقطه بس عايز اتكلم فيها. هتقول لي فضيحه ازاي؟ حمزه عبد الكريم مع النادي الاهلي كان مشارك في الموسم اللي فات 3 ماتشات باجمالي 10 دقائق، فيعني ازاي مصر ما فيهاش مواهب زي حمزه عبد الكريم؟ يا اما هنا بقى النقطه اللي فيه مواهب كتير قوي، واحنا عارفين كلنا عارفين ده، اللي فيه مواهب كتيره جدا بس للاسف ما بياخدوش فرصه. طيب دلوقتي حمزه عبد الكريم مرشح اللي هو يلعب الموسم الجاي في الفريق الاول لنادي برشلونه، وده حاجه للتاريخ. بس حد يقول لي اصل ده اهلاوي بقى فانت اهلاوي فالدنيا وتشتيت والشري، اقول لك لا، احنا بنعيش عصر ذهبي ان محمد صلاح خلاص بدا مستواه يقل، بدا يروح فريق غير ليفربول، بقى عندك عمر مرموش، عندك حمزه عبد الكريم، عندك هيثم حسن، عندك لعيبه كويسه جدا مصريه بيطلعوا على الساحه، ودي حاجه حلوه لمنتخب مصر. فعشان كده احنا نفسنا نعيش الحلم ده، يبقى عندك اكتر من 3 و4 و5 لعيبه كمان محترفين، ليه لا؟ فعشان كده ما بنشوف لاعب صغير في السن محترف، ومحترف فين ده؟ محترف في نادي برشلونه، مش مع الرديف بقى، لا ده بيلعب فريق اول. فبالنسبه لنا حلم جميل عايزين نعيشه. يعني انا مثلا بشجع ريال مدريد، بس لاعب مصري بيلعب في برشلونه اكيد هشجعه طبعا. وان شاء الله يعني ان شاء الله حمزه يتالق واكتر من كده كمان مع نادي برشلونه. انا عايز افهمك بس اللي حمزه 18 سنه، يعني لو خد 15 سنه في الاراضي الاوروبيه
هيبقى عنده لسه 33 سنه. انت متخيل؟ انا عايزك بس يعني تخيل معايا المهاجم اللي كان هانز فليك بيشكر فيه قوي في المباراه اللي لعبها، بيقول لك هو احسن لاعب من نادي برشلونه في المباراه ديت، وكمان قدر اللي هو يسجل هدفين وهدفين كويسين، هدف من فولو وهدف من تسديده ولا من رأسيه والله ما فاكر. فبالنسبه لي حمزه عبد الكريم هو المهاجم الجاي لبرشلونه، حتى لو ما كانش الموسم القادم، بس اديله بس سنه او سنتين وهتشوف حمزه عبد الكريم هيوصل لليفل عامل ازاي، وان شاء الله هيكسر الدنيا. طيب يا صديقي، والنقطه اللي جاي لك فيها بعديها وهي نقطه الخطاب للنادي الاهلي، الخطاب اللي بعده لاتحاد الكوره، وهو يا صديقي بينص على التالي. وطبعا هقول لك اهم البنود فيه لانك اكيد مش هقرا كل ده. قرارات اتحاد الكوره الاخيره لا تدعو للتفاؤل او للتعاون. الاهلي هناك انتهاك للوائح في بعض قرارات اتحاد الكوره. تصريحات بعض مسؤولي لجنه الحكام الاخيره كارثيه وتمثل نقطه سوداء في التحكيم المصري. هناك تدخل من اشخاص خارج منظومه الاتحاد في عمل لجنه الحكام، وده لو حقيقي يعني تبقى كارثه. واكيد انتوا عارفين مين، أنا مش هقول مين طبعا، بس هو بيبدا بالف ميم تقريبا، يعني انا مش هقول الاسم طبعا عشان ما يبقاش فيه مخالفه. طيب يا صديقي، قرارات واختيارات اتحاد الكوره ساهمت في اثار ازمات داخل الوسط الرياضي. رفض زياده عدد الانديه المشاركه في دوري الابطال افريقيا دون مبرر واضح. الاتحاد تجاهل مستحقات مؤسسات الدوله عند منح رخصه الانديه. اكيد دي فاهمين ليه، لان هو اتكلم قبل كده اللي احنا عايزين زي ما احنا بندفع مستحقاتنا للدوله، كل الفرق اللي هتلعب في الدوري تبقى دافعه نفس المستحقات بتاعه الدوله. واكيد انتوا فاهمين البند ده رايح لمين، يعني اكيد انتوا فاهمين ده كويس. الاهلي ينتظر من اتحاد الكره قرارات تخدم جميع الانديه وتعيد الثقه في المنظومه. الخطاب يهدف الى حمايه مستقبل الكره المصريه وتحقيق العداله بين الانديه. وعلى ما اعتقد الخطاب ما فيهوش اي حاجه سيئه، فعلا ده اللي حصل. وانت شفت يا صديقي كل الحكام منهم بقى جهاد جريشه وحكام كتيره جدا قالت، لو تفتكر كوره بتاعت سيراميكا بتاعت الموسم اللي فات، قالوا ضربه جزاء صحيحه 100%، وتقريبا الحكم محمود عاشور هو اللي كان حكم الفار في الماتش ده، وقال لك انا ناديت الحكم، وهو اللي قال لك لا ده اللاعب هو اللي كان بيحاول يبعد عن الكوره، وده غير صحيح، والكوره ضربه جزاء صحيحه 100%. فبالنسبه لي اكيد طبعا الاهلي معاه حق في الخطاب دوت. ويا صديقي تعال اقول لك بقى، قامت قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه يوم الخميس القادم اللي هو يوم 6 اغسطس الساعه 2 الظهر، عشان برضو كله هيتابعها طبعا يعني. وكمان بعديها على طول يا صديقي رابطه الانديه قالت ان القرعه بتاعه الدوري هيبقى يوم 8 اغسطس، عشان دي تبقى بعد دي على طول، يعني دوري الابطال في الكونفدراليه الساعه يوم 6، دي هيبقى يوم 8 على طول. تعال اقول لك بقى يا صديقي ان الاهلي يحصل على حقوق البث المباشر لمباراه برشلونه والنادي الاهلي، وطبعا دي اموال طائله داخله النادي الاهلي. يا جدعان احنا محسودين مش عارف ايه. طيب دلوقتي يا صديقي في 3 قنوات منهم قناتين بس هم اللي هيبقى في منافسه قويه جدا بينهم. اول حاجه الاهلي تي في، ام بي سي مصر، اون سبورت. اكيد ال هنا بيصبوا في ام بي سي مصر واون سبورت. فتفتكر مين بقى اللي هياخد حق البث ده؟ اكيد ام بي سي مصر، لان هي اللي هتقدر تدفع اكتر عشان تاخد البث بتاع مباراه الاهلي وبرشلونه، لان ده بيبقى فيه مشاهدات كبيره جدا.